السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنكمل موضوع الحلقة اللي فاتت. احنا كنا بنتكلم على التيبلز، ازاي نعمل جدول وازاي نديله ستايل. اول حاجة هنبدأ بيها التيبل، تاج التيبل. وبعد كده التيبل ده بيتقسم الى 3 اجزاء: الهيد والبادي وبعد كده الفوتر. الفوتر ده احنا قلنا عليه ده بيكون حاجة تعريفية، مفيش اي مشكلة، انت ممكن ما تكتبهاش خالص وتنهي الجدول بتاعك في البادي، العنصر اللي هو تي بادي يعني. تمام، يبقى احنا كان عندنا 3 اجزاء: الهيد والبادي والتي فوتر. وقلنا ان التي ار ده اللي هو الرو، والتي دي اللي هو السل، ودول كده 3 سلات. يبقى دي 1 2 3، فعملت لنا رو. ومع التكرار هيكمل لنا بقى ايه؟ الكولوم الاولاني والكولوم الثاني والكولوم الثالث. هنبدا بقى ان شاء الله النهارده نتعلم شويه ستايلات جديده للتيبل. احنا دلوقتي لو عايزين ده كده الجدول ده ما يبقاش خطين كده، يبقى هو بس يعتبر خط واحد هو اللي مقسم يعني الجدول كله، ما يبقاش خطين كده او في خطوط كتير. احنا كنا ادينا التيبل والتي ار والتي اتش دول كلهم هنديهم نفس الستايل، فكل اللي احنا هنعمله هنيجي هنا كده تمام وهنكتب بس بوردر كولابس. بوردر كولابس ده هو اللي بيخلي الجدول ده بخط واحد، ما يبقاش فيه اكتر من خط. فاحنا دلوقتي شلنا الخطوط الكتير، او اكنك شغال في شيت اكسل يعني، هو مربع واحد بس لكل حاجه، بتستخدم الكولابس. طيب برضو ممكن انت تشيل اصلا الخطوط دي خالص، انت عايزه من غير خطوط يعني، انت عايز ما يبقاش فيه خطوط خالص وعايز تغير الباك جراوند بتاعته. يعني انت دلوقتي عايز تعمل باك جراوند وتشيل الخطوط، كل اللي احنا هنعمله هنيجي هنا عند البلاك هنخليها وايت، فبالتالي ما بقاش فيه خطوط. وبعد كده هتيجي تدي باك جراوند لايه؟ هندي باك جراوند لتي دي وتي اتش. تمام، هناخدهم كوبي زي ما هما كده، كنترول سي جوه الستايل برضو. تمام، وهتدي له باك جراوند كلر، وتديها اي لون احنا عايزينه. احنا مثلا نديها اللون ده ونديها لون اغمق شويه. فكده احنا عملنا ايه؟ كده احنا ادينا له باك جراوند وخلينا شكله الى حد ما متغير او احسن شويه. هندخل على الستايل الثالث للتيبل. احنا دلوقتي عايزين نديله راديوس او نخلي ليه حواف دائريه كده، فهنيجي برضو ليه اول حاجه هنيجي هنا كده وهنكتب بوردر راديوس. نكتب بوردر راديوس ونكتب بقى ايه 10 بكسل مثلا. زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي ممكن نقلل ونزود في حواف الدائريه دي بالقيمه اللي احنا بنديها له هنا. تمام، فانا قلت 10 بكسل، وممكن اقللها كمان شويه اخليها 5 بكسل مثلا على حسب ما انا محتاج يعني. احنا دلوقتي هندخل على رابع ستايل معانا اللي هو الويتس. انا دلوقتي عايز ادي ويتس للتيبل بتاعي يبقى على الصفحه كلها معايا. فكل اللي انا هعمله هاجي عند التيبل هنا كده وادي له ستايل، ماشي، وادي له ويتس. الويتس بتاعي هديله 100%. زي ما انتم شايفين كده الشكل بقى اداله ويتس 100%. او ممكن اطلع برضه فوق هنا في الستايل واخد كلمه التيبل بس واديله ويتس 100%. الويتس زي ما انت شايف بقى ايه على الصفحه كلها. شديت الصفحه غيرت فيها عملت اي حاجه هيبقى نفس الموضوع 100، واخد 100% على الشاشه كلها يعني. انا عايز اتحكم في اي كولوم من الثلاثه دول، فهاخد مثلا اول كولوم معايا اللي هو كولوم بتاع النيم، وهاجي على النيم هنا وهديلها ستايل برضو نفس الموضوع. هنديله ويتس، هنجرب نديله ويتس 70%. زي ما انت شايف بقى اول كولوم اكبر من تاني والتالت. برضو ممكن انا اتحكم في الهايت لاي رو عندي، فمثلا هاجي هنا عند برضو اول رو وهديله ستايل وهايت اللي هو الارتفاع، هديله مثلا 200 بكسل زي ما انت شايف كده الارتفاع بتاعه. فاحنا ممكن بقى ايه نقلله شويه نخليه 60 مثلا. فدلوقتي كده احنا نقدر نتحكم في الويتس والهايت للتيبل. طيب زي ما انت شايف كده احنا قلنا دلوقتي احنا عايزين نعمل ميرج ما بين السيل اللي هي التانية دي والسيل الاولانيه، ونخليهم الاثنين يبقوا نفس السيل وما يحصلش مشاكل. فانا لو شلت دي كده، لو انا شلت التي اتش الثانيه السيل الثانيه هتبوظ شكلها خالص. فعشان نحل المشكله دي احنا ما بنعمل ايه؟ بنستخدم اتريبيوت جديد معانا اسمه كول سبان. طيب كل سبان ده انا هديله، انا عايز اقول له احنا عايزين نعمل ميرج للسيل الاولانيه والسيل الثانيه، فهكتب 2. فهو بالتالي كده اول 2 تي اتش معايا خليها لي في تي اتش واحده. احنا هنيجي بقى على كمان ستايل معانا او كمان تعريف معانا هيبقى اسمه تيبل كابشن. انا دلوقتي لو جيت على التيبل بتاعي وعايز اديله عنوان، انا عايز ادي للتيبل ده عنوان اللي يشوفه يفهم التيبل ده بيتكلم عن ايه، فانا هستخدم element او عنصر جديد معانا التاج بتاعه اسمه كابشن. الكابشن ده بكتب بس كل اللي انا هعمله هكتب مثلا في النيمز مثلا ممكن اكتب مثلا كومباني اي حاجه احنا عايزين ندي، عايزين ندي عنوان للتيبل ده، فبكتب فوق كده انا عايز عنوان ايه. طيب انا دلوقتي عايز اغير برضو ستايل جديد، يعني عايز اخلي الكلام ده في النص هنا كده. كل اللي انا هعمله هاجي عند التيبل هنا كده عايز اخلي الكلام كله في النص، هروح كاتب تكست الاين وهديله سنتر، فشفت خلى كل الكلام في النص. اقدر برضو بدل التكست الاين ده ستايل جديد للتكست. احنا برضو قلنا لما نوصل للسي اس اس هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل يعني، بس دي حاجات كده قلنا هنتات كده ممكن نديها لكم عشان ايه تفهموا يعني ازاي نعمل ستايل للتكست اللي عندنا. فدلوقتي انا عايز اخليه هنا في الاول على اليمين، هنا في الاول على الشمال، او في النص او في الاخر. هو كان في الاول ده المفروض اسمه ستارت على العموم يعني، فمش هيتغير لان ستارت ده اول حاجه.
تاني حاجه تكست الاين سنتر، السنتر ده يخليه في النص. طب انا عايز اخليه في الاخر اند بالظبط كده. فكده انا اتحكمت في التيبل بتاعي كله. هنخليه زي ما هو سنتر عشان يبقى في النص، عشان لما اجي مثلا اغير الويتس بتاعه شوف الشكل بتاعه يبقى احسن شويه. وبرده احنا ممكن نغير فيه كل سلايه لوحدها. يعني انا لو جيت على اي سيل تانية، يعني شوف هو بالرغم ان هو التيبل كله واخد ان هو تكست الاين سنتر، لو انا جيت عند السيل دي مثلا اللي هي مكتوب عليها اسلام اللي هي الاولانيه دي، وجيت اديت لها ستايل تمام، والستايل ده برده كتبت تكست الاين وغيرت القيمه بتاعتها او الفاليو بتاعتها، هنخليها مثلا اند، بالرغم ان انا فوق مدي للتيبل كله ستايل مختلف، بس لما جيت على العنصر ده لوحده واديت له ستايل ان لاين اتغير تمام. فدلوقتي لو انا جيت اديت ستايل ان لاين لعنصر بعينه، عنصر محدد يعني، هيتغير حتى لو انا مديله ستايل لإيليمنت البيرنت بتاعه. يعني ده التي دي ده البيرنت بتاعه التي ار، والبيرنت بتاع التي ار هو التي بادي. فانا لو جيت عند مثلا نفترض جيت عند التي بادي واديت له اي ستايل عمومي او ستايل للعنصر ده اللي هو التي بادي، فهيتطبق على كل اللي موجود في التي بادي. وانا لو جيت دلوقتي واديت للتي دي ستايل ان لاين زي ما هو كده، هيبقى مختلف عن التي بادي الاساسي. هنيجي مثلا نتكلم على تدرجات الستايلز. مثلا لو انا اديت ستايل من فايل خارجي اللي هو الاكسترنال والانترنال والانلاين، هنتكلم ايه اكتر حاجه ممكن تاثر على العنصر لو احنا ادينا له يعني ستايل من واحده من الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. انا دلوقتي ممكن اغير خالص الجدول بتاعي، وبدل ما انا مدي زي ما انت شايف كده هنا التي هيد بتاعي مخليه نيم وتليفون، مخلي الهيد فوق كده عادي، ممكن اخلي الهيد بدل ما هو رو اخليه كولوم، ونغير شكل التيبل خالص. طيب يا شباب احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. كده احنا اتعرفنا على التيبل وازاي نغير فيه الشكل بتاعه زي ما احنا محتاجين، عرفنا على العناصر بتاعته، عرفنا على الستايلات اللي احنا ممكن نديها للتيبل. لو انت كنت مستمتع بالحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. لو انت على فيسبوك تنساش اللايك والشير، وسلام.